علاوة جديدة للسادة أصحاب المعاشات. كل السادة أصحاب المعاشات اللي في الدولة هيتم صرف مبلغ استثنائي بعلاوة استثنائية وفقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء النهاردة يوم 27/10. تاريخ الصرف هيتم تاريخ الصرف ابتداء من راتب أو من معاش شهر 11 2022. طيب، هو المعاش بتاع 2022 شهر 11 اللي هو شهر سبتمبر، هو ده هيتم صرفه ابتداء من يوم كام؟ هيتم صرفه ابتداء من يوم 1/11. طيب، احنا النهارده 27/10 يوم الخميس. هل ان هو ممكن ينزل المبلغ في شهر 11 فعلا يوم 1، يعني كمان 4-5 ايام، ولا اي كلام؟ لان في ناس كتيرة جدا هتقول ازاي؟ طب ما المعاشات اتعملت، طب ما احنا كده مش هناخد الزيادة، ما احنا يمكن بيقولوا ومش هيدونا الزيادة فعلا. طيب، نحب نطمن الناس وبنقول ان قرارات رئاسة الوزراء قالوا ان هو هيتم صرف المعاش متضمن لمبلغ الزيادة. طيب، الزيادة دي انا احسبها ازاي؟ في ناس هتسأل تقول كده. ارجع تاني واقول الزيادة مش هتبقى نسبة من المعاش، لكن هتكون مبلغ 300 جنيه صافي مقطوع مضاف على المعاش. يعني ايه؟ يعني انا باخد 10%، 15%، 20%، انا هاخد كام في المية بالظبط؟ هنقوله مثلا لو انا باخد معاش 1000 جنيه، الزيادة بتاعتي 300 جنيه، يبقى اجمالي المعاش اللي انا هصرفه يوم 1/11 1300 جنيه. اجمالي المعاش 1300 جنيه. طيب، لو انا حسبتها بالنسبة هلاقي ان انا واخد اكتر من 33% زيادة على المعاش بتاعي. ده شيء جميل قوي، بس احنا قلنا مش هنحسبها بالزيادة، لكن انا بوضحها للناس عشان نشرح بشرح تفصيلي والناس كلها تبقى فاهمة. المستفيد الاكتر اللي معاشه اقل، يعني انا لو معاشي 1000 هاخد 300، يبقى انا خدت حوالي 30% من مرتبي زيادة. طب لو انا معاشي 3000 هاخد زيادة كام؟ برضو 300 جنيه. طيب، في الحالة دي يبقى انا واخد زيادة كام؟ انا واخد زيادة حوالي 10%. فعشان كده قلنا احنا مش بنحسب بالنسبة المئوية، مش هنقول كام في المية، بس انا بدي بيها مثل. كل ما معاشي قل النسبة المئوية بتاعتي زادت، لكن المعاش اللي بيتصرف المبلغ الاستثنائي هيتصرف سواسية للناس كلها، اللي معاشه قليل واللي معاشه كبير، اللي معاشه 10000 واللي معاشه 1000، ده هياخد 300 وده هياخد 300. عشان يبقى الكلام واضح، المرة دي الزيادة مش نازلة بنسبة مئوية، مش 10%، مش 15%، مش 5%، لكن الدولة نزلتها مبلغ مقطوع 300 جنيه ثابتة، ومش هيتخصم منها أي مبلغ، وهتتصرف على المعاش بتاع شهر 11. أرجو إن الكلام يكون واضح. أي استفسار عايز تسأل، أي حاجة مش واضحة، ابعت لي فيه تعليق على الفيديو وهيتم الرد عليك فورا. أشوفكم بكل خير وحلقة جديدة من كلام له معنى، ومبروك الزيادة على الجميع، نصرفها في الخير إن شاء الله. سلام عليكم.